مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ هلا وكل الهلا بيكم بفيديو اليوم. تعالوا اليوم نسوي أكلات مميزة نزين بيها سفرة فطورنا لهذا اليوم. متأكدة إن شاء الله إذا جربتوها راح تعجبكم وتعتمدوها دائما. بس قبل ما نبدي أتمنى إذا كانت هذه أول مرة تشوفون بيها قناتي إنه تشتركون بيها وتنورونا، وإذا حبيتوا وصفات اليوم الخطيرة فلا تنسون خلونا لايك وادعمونا. وهسه تعالوا نقول بسم الله وبسرعة نبدي. راح نبدي بأول وصفة ويانا اليوم، هي وصفة الحلا. وتعالوا نسوي كنافة بسيطة بالقشطة ونشويها بفرن البيت. طريقة جدا بسيطة والطعم وياكم يطلع وي 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 ما أحكي لكم. عندي هنا نص كيلو من عجينة أو شعرية الكنافة. خليتها في صحن واسع وبديت بهالشكل هذا قدر الإمكان نحاول نفتح الشعيرات مالت الكنافة. راح أضيف عليها ملعقة ونص من السكر الباودر، وراح أضيف أيضا 40 غرام من الزبدة ذوبتها بهالشكل هذا، وياها ملعقتين طعام كبار من السمنة الحيوانية حتى تنطي للكنافة نكهة مميزة وطعم كلش كلش طيب. راح نبدي بهالشكل هذا ندعك شعرية الكنافة ويا السكر الباودر ويا خليط السمنة والزبدة. نحاول طبعا قدر الإمكان بهالشكل هذا نفتح شعرية الكنافة. بعدين راح نقسم الكمية إلى قسمين ونخليها على جهة. راح نجيب القالب اللي نريد نخلي بيه الكنافة مالتنا. راح نمسحها أما بالزبدة أو السمنة الحيوانية أو ممكن حتى بالزيت حسب رغبتكم. راح ناخذ أول جزء من عجينة الكنافة، مو قلت لكم نقسمها قسمين، فراح ناخذ أول قسم من شعرية الكنافة ونبدي بهالشكل هذا نسوي الطبقة السفلية. نحاول قدر الإمكان أرجع وأكد على هاي الفقرة إنه تفتحون الشعرية مالت الكنافة حتى ما يصير أي تكتلات غير محببة ممكن تخرب الشكل مالتها، وحتى يعني من تجون تاكلوها تكون أكو تكتلات بالفم فما راح تستسيغون الطعم. فشقد ما تقدرون حاولوا تفتحون الشعرية مالت الكنافة حتى تطلع وياكم تحفة. هسه بهالشكل هذا سوينا أول طبقة ونضغط عليها بإيدينا حتى نتأكد إنه ماكو أي فراغات موجودة بين الشعرية مالت الكنافة. وراح ننتقل مباشرة لتحضير القشطة البسيطة مالتنا. في جدر صغير ضفت 3 أكواب من الحليب السائل ويا نصف كوب من السكر و3 ملاعق طعام مليانة من النشا. راح أخلط كل المكونات على البارد، بعدين آخذها وأخليها على نار متوسطة وأستمر بالتحريك إلى أن يبدي عندي الخليط يسخن. أول ما يبدي عندي الخليط يسخن راح أضيف عليه أما باكيت قيمر صغير أو علبة كاملة من القشطة. راح أضيفها بهالشكل هذا وأحركها ويا باقي المكونات إلى أن تذوب، وأنتظر إلى أن يبدي الخليط مالت القشطة يغلي. إذا حبيتوا هاي الإضافة اختيارية تضيفون ملعقة طعام من ماء الورد، ينطي فد نكهة هيجي طيبة ومنعشة للكنافة. حبيتوا تضيفوها براحتكم، ما حبيتوا لكم حرية الاختيار. بقيت بهالشكل هذا أحرك الخليط إلى أن بدأ عندي يغلي. أول ما أشوفه بدأ يثخن ويغلي خلاص نطفي النار ونتركه يدفى شوية. يلا أضيفه فوق شعرية الكنافة. بعد أن يصير عندنا الخليط مالت القشطة دافي راح أنزله بهالشكل هذا فوق الطبقة الأولى مال شعرية الكنافة. وانتبهوا إنه ما تقتربون من الحافات، يعني شوفوا أني دا أصبه شوية شوية حتى ما يقترب عندي من الحافات. وراح أبدي هسه أوزع الطبقة الثانية من شعرية الكنافة وأبدي دائما بالحافات على مود القشطة عندي تبقى بمكانها وما تلتصق بحافات القالب. وبعدين من أجي أقلبها أو يعني أقسم القطع يتخربط عندي شكلها. ويعني ضروري إنه القشطة ما تقترب من حافات القالب ونشتغل بالطريقة اللي شفتوها. وزعت الطبقة الثانية من شعرية الكنافة بهالشكل هذا وصار القالب مالتنا جاهز إنه يدخل للفرن. ممكن تدخلوه مباشرة للفرن وممكن بهالشكل هذا تسووه، وإذا حبيتوا يعني ورا الفطور تشووها وتقدموها حارة ودافية، وأكيد بهالشكل هذا تكون أطيب. أو ممكن تشووها وبعدين تحموها همينة ترهم وتشتغل. طيب بالنسبة للشوي مالتها فنشويها بدرجة حرارة 180. نشويها أول شي من الأسفل إلى أن تبدي الحافات مالت القالب يتغير لونها. بعدين نطفي الشواية السفلية ونفتح الشواية العلوية إلى أن تاخذ ويانا شعرية الكنافة هذا اللون الحلو.
أول ما نطلع القالب من الفرن وهي الكنافة بعدها حارة، نصب عليها الشيرة الباردة، شيرة محضريها من وقت وتاركيها بدرجة حرارة الغرفة، نصبها مباشرة فوق الكنافة أول ما نطلعها من الفرن. راح أكتب لكم مقادير الشيرة بصندوق الوصف. تركت الكنافة تدفى شوية، بعدين قلبتها بالصينية اللي أريد أقدمها بيه، وزينتها بشوية من الفستق الأخضر، وصارت عندنا جاهزة. من أسهل وأطيب الوصفات اللي ممكن نحضر بيها الكنافة، كلش أحب آكلها أني وهي دافية، فإذا بردت عندكم تقدرون تسخنوها شوية بالفرن تطلع وياكم تجنن وبألف عافية. راح ننتقل هسه لتحضير طبقنا الرئيسي لهذا اليوم واللي هو اللازانيا. عندي هنا في مقلاة واسعة ضفت كمية من الزيت النباتي وحبة بصل كبيرة ثرمتها ناعم. راح أحمس البصل إلى أن يبدي ويانا يذبل. أول ما يذبل عندنا البصل راح أنزل كمية من اللحم المفروم. طبعا كل المقادير راح أكتب لكم إياها في صندوق الوصف. راح نقلب اللحم ويا البصل إلى أن يتوحد عندنا لون اللحم بالكامل. بعد أن يتوحد عندنا لون اللحم ويصير بهالشكل هذا، راح أضيف عليه بابريكا، أوريغانو، فلفل أسود وثوم باودر. راح أقلب اللحم وأنطيه حمسة زينة ويا هذه التوابل. بعدها راح أنزل معجون الطماطة وأيضا أقلبه ويا اللحم. ونكون أيضا محضرين حبة طماطة كبيرة قشرتها وهرستها باستخدام محضرة الطعام، أما تستخدمون حبة كبيرة من الطماطة أو ممكن 2 وسط. آخر شي راح أضيفه هو الملح وأقلب المكونات مع بعضها. بعدين أغطي المقلاة مالتي وأتركها على نار هادئة فد 10 دقايق إلى أن تتسبك عندنا الحشوة وتصير ولا أروع. طيب راح ننتقل هسه لتحضير صلصة البشاميل، وراح نسويها اليوم بطريقة مستحيل تخرب وياكم. يعني الناس اللي دائما تعاني من صلصة البشاميل إنه ما تضبط بإيديها، استخدموا هاي الطريقة وراح تضبط وياكم إن شاء الله. عندي هنا لتر من الحليب السائل، ضفت عليه 3 ملاعق طعام من الطحين. قلبت المكونات مع بعضها. أول ما بدأ عندي الخليط يسخن، ضفت عليه رشة من الفلفل الأسود، مكعب من مرق الدجاج ماجي وهاي الإضافة اختيارية، وعندي هنا إصبع من الزبدة، وراح أكتب لكم المقادير أكيد بالمضبوط في صندوق الوصف. راح نقلب المكونات مع بعضها وراح أضيف وياها، وهاي همين الإضافة اختيارية بس لتعزيز صلصة البشاميل، ملعقتين طعام من أي جبن كريمي متوفر عندكم بالبيت، يعزز النكهة مالته ويكون وياكم كلش طيب. هاي يعني إضافات اختيارية إذا حبيتوا تضيفوها أو لا حسب رغبتكم. ضفت ملعقة وسط من الملح. حركت المكونات مع بعضها ونستمر بالتحريك إلى أن يبدي عندنا خليط البشاميل يغلي. أول ما يبدي عندنا يغلي والحشوة صارت عندنا جاهزة، راح نبدي مباشرة نشكل القالب مالتنا مالت اللازانيا. جبت أي قالب، أي قالب متوفر عندكم، معدني، بايركس، براحتكم. مسحته بشوية من الزبدة أو ممكن تمسحوه بالزيت، وراح نبدي هسه نشكل طبقات اللازانيا. ضفت أول شي طبقة من صلصة البشاميل وبعدين طبقة من الحشو، وراح نبدي بهالشكل هذا نضيف الطبقات مالت اللازانيا، وما يحتاج نسلق اللازانيا مالتنا لأنه إحنا مسوين صلصة بشاميل خفيفة. هذه الصلصة كافية إنه تخلي عندي طبقات اللازانيا تستوي بدون ما أسلقها. لكن إذا دا تستخدمون طبقات مال لازانيا اللي تكون ثخينة أو الحافات مالتها مقرنصة، فممكن تنقعوها بشوية من المي الحار فد 10 دقايق، وبعدين تجون يعني تسوون الطبقات مالت القالب مالتكم، مو إلا تسلقوها مجرد نقعوها بمي حار. يلا تبدون بهالشكل هذا ترتبون وتهندسون القالب مالتكم. لكن إذا الطبقات مالت اللازانيا دا تستخدموها خفيفة فما يحتاج، هو البشاميل والصوص مالتكم اللي محضريه يعني تكون كفيلة إنه تخلي عندي الطبقات تستوي وتصير توب. بالنسبة لعدد الطبقات مالت القالب فتعتمد على كبر القالب اللي تستخدموه، يعني حسب الكبر مالت القالب اللي انتو خليتوا بطبقات اللازانيا راح تتكون عندكم الطبقات.
إذا كبير تكون قليلة، إذا صغير تكون هواية، وهكذا يعني. بعد أن كملت تكوين كل الطبقات رشيت شوية من جبنة الموزاريلا، خليت أيضا بين الطبقات شوية من جبنة الموزاريلا، وأيضا ضفت على سطح القالب ويا رشة من الأوريغانو، وصار قالب اللازانيا مالتنا جاهز إنه يدخل إلى فرن محمي مسبقًا بدرجة حرارة 180 إلى 200 حسب حرارة فرنكم. ممكن تشوون من الأسفل ثم من الأعلى، أو ممكن تشغلون الشوايتين بنفس الوقت. أهم شي درجة الحرارة مالت الفرن تكون وسط، ما تكون كلش عالية، حتى تلحق عندكم كل طبقات اللازانيا تستوي بدون أن يتحمر عندكم الوجه مالت القالب أو يحترق. بعد أن نطلعها من الفرن نتركها أقل شي فد 10 دقايق إلى ربع ساعة. يلا نبدي نقطعها حتى نحصل على الطبقات الحلوة المرتبة من نجي نقسمها ونقدمها. كطبق جانبي سويت شوية من البوتيتا أو البطاطا المبهرة. بوتيتا قشرتها وقطعتها، رشيت لها شوية من البابريكا، شوية من الكاري، شوية من الأوريغانو، وشوية من الملح. بعدين رشة من الزيت، وراح أخلطها وأقليها باستخدام القلاية الهوائية. ممكن تشوون هاي البوتيتا همينة بالفرن، أيضا ممكن إذا حبيتوا تطلع وياكم هيجي طيبة وخفيفة، وكطبق جانبي خفيف تقدموه ويا باقي الأكلات كلش طيبة. هذا هو شكلها بعد أن قليتها باستخدام القلاية الهوائية. قليت وياها شوية من البورق بالجبن، وعندي هنا كبة البوتيتا شاب همينة قليتها، وشوية من التبولة، بس ما لحقت أصور لكم إياها لأن فاتني الوقت. وأكيد ما ننسى حلاوة التمر، والحمد لله على النعمة. إذا حبيتوا أكيد تشوفون طريقة تحضير التبولة راح أخلي لكم الرابط مالت الفيديو في صندوق الوصف، منزلت لكم إياها أني سابقا بالقناة، ممكن تشوفوها وتجربوها وبألف صحة وعافية مقدما. طيب هسه كل أكلاتنا الطيبة صارت جاهزة، فتعالوا ننور سفرتنا ونخلي عليها أكلاتنا الطيبة وسهمكم العافية يا ربي. طبعا سويت همينة شوربة البروكلي، لكن ما راح أخلي لكم الطريقة هسه لأنه الفيديو صار كلش طويل، فإن شاء الله يعني بالأيام الجاية أرجع أسويها وأصور لكم إياها وأخلي لكم إياها ويا فطور آخر. وهسه شنو نقول؟ بسم الله ما شاء الله، وصلوا لنا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سهمكم العافية يا ربي، ربي يرزقنا وإياكم من فضل الواسع ويشبع كل جوعان. تمنيتكم ويانا أصدقائي، كان الفطور جدا طيب. أتمنى تجربون هاي الوصفات وتستمتعون بطعمها انتو وأحبابكم، ولا تنسوني أني وأهلي بدعواتكم الطيبة إذا عجبتكم أكيد الأكلات وحبيتوها. إن شاء الله تجربوها، وأكيد لا تنسون دزولي صور تطبيقاتكم الحلوة على صفحة القناة الموجودة بالإنستغرام. وهسه تعالوا أشوفكم بسم الله ما شاء الله اللازانيا شلون راح تطلع ويانا، وي تجنن، مثل هذه اللي نشوفها بالدعايات، طبقات ذايبة مرتبة معدلة، وطعمها كلش طيب. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. طبعا هاي اللازانيا بطريقة الوالدة تجنن، لازم تجربوها. هذه الوصفة كلش طيبة وترهم للفطور وللسحور، يعني حتى إذا بقى من عند القالب وأكلتوها بالسحور ترهم وتشتغل. طيب هسه تعالوا نشهيكم شوية بهاي الكنافة الخطيرة اللي حضرناها، وي سهمكم العافية يا ربي. مثل ما قلت لكم هذه أطيب شي تقدموها وهي دافية، فحتى إذا سويتوها من وقت وبردت وياكم تقدرون تدفوها شوية بالفرن تطلع تحفة. خلوا لها شوية من الشيرة همينة، أنا ما ضفت كل كمية الشيرة لأنه قلت كل واحد يضيف حسب حاجته، فأني أخلي نص الكمية وبعدين هيجي أخلي يعني فد كوب صغير، واللي يحب يزيد الشيرة هو يزيدها حسب يعني ذوقه، وخلاص. سهمكم العافية تجنن، أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بهالشكل هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم. يا رب تكون الأكلات عجبتكم وحبيتوها. وشوفوا أنا هنا مستمرة دا آكل، وقلت أتذوقها وأشهيكم شوية. خلصت الماعون وأنا بعدني دا أشرح عنها. المهم سهمكم العافية. طبعا من فضلكم إذا حبيتوا الفيديو مالت اليوم وعجبتكم الوصفات لا تبخلون علينا بلايك من إيدكم الحلوة، اشتركوا بالقناة إذا كنتوا ما مشتركين، وشاركوا الفيديو ويا أحبابكم وأصحابكم حتى تدعمونا وتدعمون القناة. أتمنى لكم مقدما صيام مقبول وإفطار شهي، وأشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. كونوا على الموعد ومع ألف سلامة.